ها هي جماهير النادي الاهلي تثبت مدى اهميتها ومدى فعاليتها ومدى شعبيتها على مستوى الوطن العربي، وده بيجي بعد اكتساح كابتن علي معلول استفتاء افضل ظهير ايسر عربي في كاس العالم 2022. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم في حلقه جديده من استوديو مومادا. معاك اخوكم محمد محسن. قبل ما نبدا حلقتنا مش عايز افكرك ان فضلا وليس امرا لو الحلقه وصلت لك، ويا رب الحلقه توصل لك، ما تنساش تعمل لايك للحلقه دعما لحبيبك اخوك محمد محسن. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وصلي على حبيبك النبي اشرف الخلق اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا حلقتنا. امبارح علي معلول بيكتسح استفتاء افضل ظهير ايسر عربي في كاس العالم قطر 2022 بنسبه 81%، وده بعد ما كان متعادل مع لاعب المنتخب المغربي نصير مرزاوي بنسبة 32% لكل واحد فيهم. بس لا معلش، علي معلول اهلاوي، جماهير الاهلي دخلت في الاستفتاء، جماهير الاهلي دخلت في التصويت، الاهلي يحكم، جماهير الاهلي قالت كلمتها، وعلي معلول بيكتسح استفتاء افضل ظهير ايسر عربي في كاس العالم 2022 بفضل جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي شعبية ملهاش مثيل، جماهير النادي الاهلي شعبيه على مستوى الوطن العربي. اقول لك ليه على مستوى الوطن العربي ان النادي الاهلي شعبيته اكتر؟ لان النادي الاهلي وعلي معلول كسب الاستفتاء دوت ما بين ياسر الشهراني من السعوديه وعبد الكريم حسن من قطر، ده غير زي ما قلنا لاعب المنتخب المغربي نصير مرزاوي. علي معلول بيكسب بنسبه 81%. انت متخيل النسبه؟ انت متخيل الفرق؟ هو ما بين ثلاث لعيبه في نفس المركز، النسبة ما بينه وما بينه قد ايه؟ بس ده عشان علي معلول في ظهره شعب. جماهير النادي الاهلي شعب والاهلي وطن. جماهير النادي الاهلي شعب والاهلي وطن. فهيخشوا اي استفتاء هياخدوه، هيخشوا اي استفتاء هيكسبوا لعيبتهم. جماهير النادي الاهلي ملهاش مثيل. تاني حاجة معانا النهارده ان مارسيل كولر بيعقد جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وذلك لبحث احتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة الحالية، ورؤية الجهاز لأي متطلبات إدارية وتنظيمية خلال الفترة المقبلة استعدادا لمباراة نادي المقاولين العرب في دور الثمانية في بطولة كأس مصر موسم 2021. ده غير إن مارسيل كولر اتكلم مع اللعيبة في العديد من الجوانب الفنية والتخطيطية المتعلقة بالاستعدادات للفترة القادمة. وعلى كلامنا عن النادي الأهلي، رامي ربيعة بيتعافى من إصابة عضلات البطن وبيرجع للمران الجماعي للنادي الأهلي. بخصوص موقف ياسر ابراهيم من اللعب مع النادي الاهلي امام نادي المقاولين في مباراه دور الثمانيه في بطوله كاس مصر موسم، الجهاز الطبي للنادي الاهلي بياكد جاهزيه ياسر ابراهيم لخوض المباراه باذن الله. وده طبعا بعد ما وضحوا ان ياسر ابراهيم كان عنده اجهاد والحمد لله خف منه، وان هو دلوقتي على استعداد تام لخوض المباراه مع النادي الاهلي، وان شاء الله يكون الفوز من النادي الاهلي وصعود النادي الاهلي لدور ربع النهائي. زي النهارده 16/11/2008 النادي الاهلي بيتعادل مع القطن الكاميروني ليحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، وده بيجي بعد ما كان النادي الأهلي متفوق على النادي القطن الكاميروني بنتيجة 2-0 في المباراة اللي كانت في القاهرة. النادي الأهلي تعادل مع القطن الكاميروني بنتيجة 2-2، اللي نتيجة المباراتين وصل النادي الأهلي يحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه. ده غير إن كابتن أحمد حسن يوم 16/11/2016 بيفوز بلقب عميد لاعبي العالم، وده بعد ما لعب مع المنتخب 179 مباراة دولية. ده طبعا كان فاز بيها قبل كده كابتن حسام حسن، بس بيجي كابتن احمد حسن صقر الكرة المصرية وبيفوز باللقب يوم 16/11/2016 ويتوج بلقب عميد لاعبي العالم اللي لعبوا 179 مباراة دولية مع المنتخب الوطني. وده كان بخصوص بعض اخبارنا عن النادي الاهلي. نيجي لبعض اخبار عن نادي الزمالك، ان فريرا بيصعد 4 ناشئين للفريق الاول، وده طبعا بيجي على نفس النهج اللي نادي الزمالك بقاله موسمين ماشي عليه. نادي الزمالك بقاله موسمين معتمد اعتماد كلي على قطاع الناشئين، وطبعا ده كان لوقف القيد اللي حاصل في نادي الزمالك. فنادي الزمالك ما كانش عنده اي فرصه غير ان هو يعتمد على قطاع الناشئين وقطاع الشباب بالنادي، واللي طلع له لعيبه مميزه جدا قدرت تشيل النادي وقدرت توصل النادي ان هو ياخد 2 دوري ورا بعض وياخد اخر نسخه من كاس مصر قدام النادي الاهلي. طبعا فافريرا بيعتمد على نفس السياسه ونفس الاستراتيجيه، وبيصعد 4 ناشئين لصفوف الفريق الاول، وهم عبد الرحمن علي مدافع فريق 2003، ومصطفى شكري ظهير ايسر فريق 2001،
ومحمد خضر لاعب وسط 2002، وحاتم سكر ظهير ايسر فريق 2001. ده غير ان في تدريبات منفردة ده غير ان في تدريبات منفردة للمسلوسي وشلبي بأمر من فيريرا، مع رفع الحمل البدني والتركيز على العرضيات والتسديد، وظهور شيكابالا في الجيم استعدادا للتعافي من الإصابة. وبيجي على أثر كده إن دونجا بيبدأ المرحلة الثالثة من فترة التعافي من الإصابة والعودة لصفوف نادي الزمالك مرة أخرى. تأهيل يوسف أوباما لمدة 90 دقيقة منفردا قبل مران نادي الزمالك. وعلى كلامنا عن نادي الزمالك، فيريرا بيرفض خوض الوديات خوفا من الاصابات، نظرا طبعا ان الزمالك عنده اصابات كتير وخصوصا في خط الدفاع ورا، ففيريرا بيرفض لعب اي وديات الفتره اللي جايه لحد مباراه الكاس اللي ان شاء الله قدام النادي المصري. وبرنامج تاهيلي خاص للزناري وعبد الغني في الزمالك قبل استئناف الدوري والكاس، طبعا لتدعيم صفوف دفاعات النادي الزمالك نظرا للاصابات الكتير اللي في نادي الزمالك. المنتخب الوطني بينهي تدريباته على استاد نادي الكويت استعدادا لودية بلجيكا المقرر اقامتها يوم 18 نوفمبر الجاري. بامر الله نعمل مباراه كويسه، بامر الله نعمل مباراه جامده، بامر الله لعيبتنا تشرفنا. احنا فريق جامد، احنا فريق تقيل، نلعب لعبنا ما نخافش. احنا رايحين مباراه وديه، لازم مظهرنا يبقى كويس. الواحد يتمنى ان شاء الله نعمل نتيجه مشرفه للكره في مصر، نعمل نتيجه تليق بينا، ما نطلعش بنتيجه مخيبه للامال. وكلنا في ظهر المنتخب الوطني وكلنا بندعم المنتخب الوطني، وان شاء الله اكتر الاستفادات من المباراه ديت تكون للمنتخب الوطني عندنا استعدادا لتصفيات افريقيا باذن الله. وبكده اخواتي وحبايبي كنت خلصت حلقتنا النهارده. مش عايز افكرك اخويا حبيبي، لو الحلقه وصلت لك ما تنساش تعمل لايك للحلقه دعما لحبيبك اخوك محمد محسن. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واستنوني في حلقه جديده من استوديو مو مدى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.